ناديت لخالي خلاني، وناديت لعمي أعماني، وناديت لبويا شق البحور وجاني، شق البحور وجاني. وكان يا مكان في قديم الزمان واحد البلاد بعيدة جاية تحت الجبل اسمها بلاد العميان. كانوا ناس فقراء وبسطاء وما يعرفوش حاجة من الدنيا، عايشين بالفلاحة والرعي وبيع الحطب، وما فيهم لا قاري ولا متعلم، وما يعرفوا لا تلفزيونات ولا سيارات. المهم ما شافوا والو في الدنيا، وعلى هاد السبب سموها بلاد العميان. وكان عايش في ديك البلاد معاهم راجل حطاب يخدم على وليداته ومرته، وكان وليدو الكبير اسمه خالد. وفي يوم من الايام قالوا لدي خالد راه هو اللي يكبر، علاش نخليه يعيش كما عشت انا؟ خليني نصيفطو يخدم مع جيش الباي في المدينة ويعاونني ويرفد معايا القفة. أنا كبرت وما بقى فيا جهد ولا صحة، ولا حتى بقسم لي كتافي، يعاونني شوي وصرف معايا. أي بعتو للمدينة وبدا ولدو خالد يخدم في الجيش تاع الباي، وبدا مرة يبعث لهم في مصروف يتعاونوا بيه على الزمان. ايوا مرت الايام وخالد كان شاب صغير وفرحان بالدنيا، وما يعرفش من غير الخدمة والسمع والطاعة للقايد. ومن حبه للخدمة القايد ديالو حبه كيف ما ولدو، وبدا يديه معاه في كل بلاصة، حتى داه للقصر ديالو يخدم فيه وينفذ له أوامره. وهداك الولد خالد كان طايع القايد في كل حاجة. وفي القصر تعرف على شهرزاد بنت الباي، ومن أول ما شافها وشافته حبوا بعضياتهم. ولكن شهرزاد كانت بنت الباي وهو ولد الحطاب، ومنين من بلاد العميان. سي خالد بدا ليل ونهار هو يفكر في بنت الباي، ولا يتعمد يخدم بعد وقت الخدمة ديالو، يعني يزيد في السوايع باش يشوفها أكتر. ولا يوم السبت والحد ما يمشيش يشوف والديه في بلاد العميان، ولا حتى يصيفط لهم دراهم يعاونوا بها الوقت، ويقعد باش يشوفها ويملي عيونه منها. وحتى هي كان عاجبها، ولكن ما كانت كتعرف عليه حتى حاجة، لا أهلو ولا بلادو. إيوا قعد خالد على داك الحال شهور وشهور، وبوه الحطاب وامو كل سيمانة يتسناو فيه ومشغولين عليه. وفي يوم من الأيام مرضت امو وشدت الفراش وتخمم في وليدها ومشوشة عليه. وكي تزاد عليها الحال قالت للحطاب سير قلب لي على ولدي وجيبو نشوفو قبل ما يموت، باينة وقع عليه شي حاجة، ولا ما موالفش يغيب علينا هاد الغيبة، على الأقل يجي في آخر السيمانة يشوفنا ويرجع لخدمته. إيوا الحطاب شد الطريق في الصباح بكري قاصد القصر تاع الباي. وفاش وصل قدام القصر وهو مسكين حطاب وحوايجو مقطعين وعرقو يتصبب، كانت بنت الباي خارجة ومعها الباي والخادم اللي عندهم، على أساس أنها ماشية السوق ومعها السي خالد باش يحرسها. وشوية وهما طالعين من القصر يلقاو الحطاب قدامهم. قال الباي اش هاد الكلب حشاكم اللي واقف قدام القصر؟ مشو قولوا يبعد من القصر ديالي إلا بغى يطلب يمشي للجامع. وخالد ما قدرش يقول باللي هذا بويا، ما عرفش شنو يدير. الحطاب ما سمعش كلام الباي اللي قالوا لولدو، وفرح فاش شاف وليدو وجاه يجري باش يسلم عليه. ولكن خالد استعر وتحشم من بوه وقال درك شهرزاد تعرف باللي هذا بويا، وما بقاتش تتلفت لي ولا تكلمني. ومشى خالد محشم ولا استحيا، ولا قال بويا جايبني ومربيني وصارف عليا. توليت راجل راح يمشي لبوه ويقول له ما سمعتيش كلام الباي؟ إلا تحب تطلب سير حدا الجامع واطلب. باه بقى حاير ومستغرب وما فهم والو، وتلموا عليه الحراس وعطاوه قتلة ديال العصا وبعدوه من القصر. وولدو
كان كيتفرج. البو مسكين هبل، ما بقاش مصدق اشنو وقع ليه، ورجع يجري لبلادو بلاد العميان، وعاود لمرتو على وليدهم واش دار فيه. ومن الصدمة مرض مسكين وشد الفراش، ولات مرتو هي اللي تخدم تبيع الصوف والحطب باش يعيشوا. وخالد عماتو الدنيا ونسابوه همو والحب والعشق ذهب له عقله. المهم تزادت علاقته ببنت الباي، ولاو يتقابلوا ويتلاقاو، وديما يسهروا ويتسامروا ويتحكاو. والباي رقاه ولا قائد الحرس، لأن عرف بنته شهرزاد وخالد يحبوا بعضياتهم، وديما يتقابلوا ويهضروا بالساعات، وهو يحب بنته وما يحبهاش تتقدر، ولا يحب يكسر بخاطرها. وفي يوم من الأيام ناض الباي من النوم مفزوع، شاف واحد المنام أن بنته شهرزاد داير بها واحد الحنش راسو راس بنادم، ويلدغ فيها وهي فرحانة وتضحك. وفاش ركز على وجه بنادم لقاه وجه خالد، استغرب. وثاني يوم رقد ويتعاود له نفس الحلم، وثالث يوم كذلك ناض مفزوع تعاود له نفس الحلم. ونادى على حكيم القصر وقالوا دابا تفسر لي هذا الحلم اللي 3 أيام ورا بعض نشوف نفس الحلم. قال له يا سيدي الحلمة هذه تاعك ما عرفتهاش وما عندها حتى تفسير ولا فهمتها. قال له اعطيني يومين ونجيب لك تفسير هذه الحلمة. الباين عس عاوتاني وشاف نفس المنام، خالد على هيئة ثعبان يلدغ في بنته شهرزاد. الباي حار وخرج يقلب، شكون هاد خالد ومنين جاي وشكون أهله وشنو هي حكايته. وقاعد يفكر كيفاش خالد قداش هو عنده ملي كان صغير، ويدخل من قصري ويخرج من قصري وما كان عارف عليه حتى حاجة. داز النهار كامل والباي ما هنا له بال ولا ارتاح، والشك يدور في راسه من حكاية خالد. نادى الحكيم ديالو وقال له اليوم تمشي وتجيب لي الخبار ديال خالد، كل الخبار ديالو، أهله وأصله وفصله، وما ترجع لي ما جبتي ليا الحقائق كاملة على هاد خالد. ايوا خرج الحكيم يدور ويسأل من مكان لمكان، اللي لقاه يقول له ما نعرفوش، واللي يسولو يقول له ما عمري شفتو. وهو يقلب الحكيم بان ليه واحد الراجل من شكله كيبان فقير ومسكين وحالته تشفي العدا. الحكيم قال له لا باس يا الراجل، خزر فيه وجاوبوه قال ليه انا نولد تعمى ونحوس على وليدي يعيش ويشوف، ولكن حتى هو طلع عمى. قال ليه الحكيم وشنو هاد الكلام فهمني، كيفاش تولد عمى وكيفاش ولدك تولد يشوف ومن بعد ولا عمى. الراجل طلع بو خالد وقال للحكيم أنا ولدي تولد في بلاد العميان، بلاد فقيرة والناس عايشة على قدها، خدمت وذقت المر على قبله وبغيتو يطلع راجل ويعيش في خير مني أنا. وصفته يخدم عند الباي، كان صغير ومع الأيام ودعني أنا وأمه، كبر ولا قائد كبير، واليوم اللي مشيت له استعر مني وطردني وقال لي أبشع الكلام، والحرس ضربوني قدام عينيه قدام القصر وهو ما حرك حتى ساكن. وقتها الحكيم فهم الحكاية ومشى يجري للباي وحكى له الحكاية من الأول للآخر. الباي عيونه حمارو والعرق ديال الغضب طلع في جبهته، وعيط لخالد وقال له يلي ما تسواش تنكر في بوك وتستعر منه بعد ما رباك وصرف عليك وكبرك وخلاك راجل. وشهرزاد ما صدقش اللي سمعته واستعاذت من الشيطان وقالت الحمد لله ربي ضوى بصيرتي وخلى بويا يشوف هذا الحلم وعرفناك على حقيقتك. وحكم عليه الباي بالشنق، وكي تعرفوا أي واحد جاو يشنقوه يسولوه أو يقولوا له طلب طلب أخير قبل ما تموت،
قال لهم جيبوا لي بويا. قال لهم الباي اليوم تروحوا وتجيبوه له. إيوا جا البو وقف قدامه وقال ليه: يا بويا سامحني، اللي فيه طبة ما تتخبى. اليوم عرفت علاش بلادنا سماوها بلاد العميان. اللي نولد فيها يحمد ربه على الحال اللي هو فيه ويعيش في خير وقناعة. يا ربي لك الحمد. واللي يقلب يطلع الفوق ويعلي على أصله مصيره المشنقة. وقتها هدر الأب وقال: يا سيدي الباي سامحوا وليدي، غلط وإن شاء الله اللي مر به يكون ليه درس وما ينساش. الباي قال ليه: احمد الله اللي شفع لك بوك. ومن الحكاية هذه جا المثل الشعبي اللي يقول: ناديت خالي خلاني، وناديت عمي وعماني، وناديت بويا شق البحور وجاني. وحكايتي مشت مع الواد وأنا جيت مع الجواد. نتمنى تعجبكم حكاية الليلة. صبحوا على خير.